مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. نتائج زراعية مرضية في الكاشبركة. تقييم أنشطة الجبهة الشعبية في إقليم شمال البحر الأحمر. دورة تدريبية في عالدقية حول زراعة البطاطس. مقتل أكثر من 20 جنديا في هجمات على قرى بوسط مالي. الفلبين تثير غضب الصين بقرار شراء منظومة تايفون الصاروخية. بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي في الكرملين. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مكتب الزراعة والأراضي في إقليم الكاشبركة تحقيق نتائج مرضية في برامج الدفع بالنشاط الزراعي في الإقليم بتضافر جهود وزارة الزراعة وإدارة الإقليم والمهنيين الزراعيين والمزارعين. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان في الاجتماع الذي عقد يوم 21 من ديسمبر الجاري تنفيذ مختلف البرامج على مستوى الحكومة ووزارة الزراعة للدفع بالقطاع الزراعي لامتلاك الإقليم الأراضي الزراعية الشاسعة والثروة الحيوانية الكبيرة، ونتيجة لذلك تزداد الأراضي المزروعة سنويا. وذكر القيام بالاستعدادات الزراعية المسبقة عام 2024 على المستويين الشعبي والزراعي وتنظيم دورات تدريبية وتنوير وحصاد محصول وفير من الزراعة المطرية وتطور مشهود في الزراعة المروية. وفيما يتعلق بحماية التربة وحفظ المياه، أوضح السيد أبو بكر عثمان إصلاح مساحة تبلغ أكثر من 198 ألف هكتار من الأراضي في مساقط المياه والمراعي والزراعة وتوزيع حوالي 8700 متر مكعب من السماد الطبيعي الجاف و50 ألف لتر من السماد الطبيعي السائل وتقديم حوالي 1.1 مليون كنتال من الخضروات والفواكه من المزارع المروية للأسواق. وأشار إلى تنفيذ الزراعة المصغرة المربحة في 14 مديرية وحققت نتائج مرضية، موضحا القيام بأعمال رش المبيدات الحشرية في مساحة 4800 هكتار لإبادة الجراد والبدء في بناء 9 سدود سعة حوالي 1.2 مليون متر مكعب من المياه وإكمال التجهيزات ل5 سدود أخرى. وأوضح وزير الزراعة السيد رفاين برهي في الرسالة التي وجهها إن العمل الجاري لتقوية الزراعة النقدية الصغيرة والمتوسطة والزراعة الأسرية الجماعية، داعيا للقيام بالمراقبة الجادة لتنفيذ البرامج الزراعية الموضوعة. وقال حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي إن إنتاج هذا العام تحقق بفضل البرامج المسبقة المنفذة من قبل المهنيين الزراعيين والمزارعين والجهات الإدارية وغزارة الأمطار، وحث على أن يكون الاستثمار الزراعي يعتمد على العلم والتركيز على رفع الإنتاج كما ونوعا. ووصل الاجتماع للاهتمام بتوظيف متوازن للمهنيين الزراعيين في المديريات والدفع بزراعة العلف الحيواني والتوسع في التطعيم الحيواني والاهتمام الكبير بآفة الجراد التي لم تبات تماما وتنظيم برامج تنويرية للحد من حرائق المراعي. قيم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر في اجتماع عقده يوم 20 و21 من ديسمبر في مصوع قيم أنشطته لعام 2024 وبحث برامج العام القادم. وأوضح مسؤول الشؤون التنظيمية السيد أحمد عبد القادر بأن الأنشطة المنفذة لتقوية التنظيم والنفير التنموي وتنمية صندوق أمانة الشهداء ورعاية أسر الشهداء وغيرها كانت مرضية. وشددت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسملة أبرهة على ضرورة تقوية البرامج النوعية للشباب للحفاظ على القيم التي تعكس الهوية الوطنية، منادية لتنفيذ كل أنشطة تنظيمات الجبهة الإيجابية العام القادم بطريقة ملموسة. ووصل الاجتماع للتعرف على مصاعب الخدمات الاجتماعية وإيجاد الحلول لها وحل مشكلة المواصلات وتقوية تأهيل الكادر ووضع حد للارتفاع غير المبرر للأسعار وعقد سيمينارات للشباب.
نظمت دورة تدريبية للمزارعين في مديريتي عالدقيح وصنعفة في زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة وطرق طهيها. وأوضح منسق مشروع زراعة البطاطس في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية سيد مدهاني محاري تلقي 45 مزارعا بإنتاج البطاطس و18 امرأة تدريبا نظريا وعمليا على تحضير البطاطس المغذية والبطاطا الحلوة في التدريب المنظم من 18 وحتى 20 من ديسمبر. وقال خبير إدارة المشاريع الزراعية سيد مسكان عقبة سلاسي الذي أشرف على التدريب إن التدريب شمل بذور البطاطس والتقنيات التي يجب أن يتبعها منتجو البطاطس ودور أهمية جمعيات مزارعي البطاطس وإنتاج بذور البطاطس كعمل تجاري. ودعا مدير مديرية عالدقيح السيد هبتاي تسفازجي المزارعين لتطبيق الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من وقت لآخر والتركيز على الأطعمة المغذية. في الختام تم عرض أطباق البطاطس والبطاطا الحلوة التي أعدتها المتدربات. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالتعاون مع المعلمين والجهات الأخرى دورة تدريبية مهنية ل 123 شابا بينهم 45 امرأة من شهرين إلى 3 أشهر في مديرية أفعبت. وأشاد مسؤول الاتحاد في المديرية الشاب موسى محمد سعيد باهتمام المتدربين والمدربين، مشيرا إلى تنظيم سيمينارات صحية لأكثر من 7500 طالب من 16 مدرسة إلى جانب الدورة التدريبية. وشكر مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور منظمي التدريب، وأكد على مساهمة إدارة المديرية لتنظيم تدريب مماثل مستقبلا. وقدم في المناسبة جهاز كمبيوتر لتسهيل عمل مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. تمت في مدينة تسني حملة نظافة لضمان إصحاح البيئة ودرء الأمراض المعدية. وقال مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية تسني السيد إبراهيم السفاوي إن المبادرة المتخذة من إدارة ضاحية سبتمبر جزء من جهود ضمان صحة المواطن. من جانبها أوضحت مديرة إدارة ضاحية سبتمبر السيدة لوتشيا جبرهيوت إن النفير نظم في الأساس لإزالة النفايات الخارجة من الورش والفنادق والمرافق الخدمية، داعية إدارة المديرية لاتخاذ إجراءات تصحيحية على هذه المرافق. وذكر السكان أنهم يقومون بنفير نظافة منتظم لإصحاح البيئة وضمان الصحة العامة، مطالبين المرافق بتنظيف نفاياتها. تبرع المواطنون المقيمون في مختلف الدول والتنظيمات الوطنية لإعادة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. وأفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن جمعية سكارا وضواحيها في السويد تبرعت $4500 أمريكي، ولجنة احتفالات مدينة ويبينغ الكندية $8640 أمريكيا. والسيد يوهنس محاري مع زوجته المقيم في كندا $7200 أمريكي باسم الراحل سنحيت يوهنس، و15 مواطنا مقيما في ألمانيا ب11,815 كما تبرع مواطنون مقيمون في مختلف الدول منضوون في جمعية أدحن عريرب ب3475 لإعالة أسر الشهداء. وتبرع أعضاء جمعية نيبران وكامارا في السويد $1250 أمريكي، كما تبرع الإريتريون المقيمون في هوكساوند بالنرويج ب10,000 كرونر لتنمية صندوق أمانة الشهداء. على الصعيد نفسه تبرع الإريتريون المقيمون في سويسرا بما مجموعه 21,144 فرنك سويسري لصندوق أمانة الشهداء. وتبرع بهذه الأموال أعضاء الجالية الإريترية في زيورخ ب 7,100 فرنك و5,930 فرنك من أعضاء جمعية تنمية صندوق أسر الشهداء في سولوتورن، و3,500 فرنك من أعضاء الجالية الإريترية في كور، و3,414 فرنك من الإريتريين المهتمين في بيلبن. وتبرع أعضاء الجالية الإريترية في فالي ب1200 فرنك. بعد الفاصل سعادتي يعود بالأخبار الخارجية.
قال مصدران إن مسلحين يشتبه بأنهم متشددون قتلوا أو قتلوا أكثر من 20 شخصا في سلسلة من الهجمات على قرى في منطقة مويتي بوسط مالي. وأضاف المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن المهاجمين شنوا الهجمات ونهبوا وأحرقوا 6 قرى في بلدة باندياجارة. وقال أحد المصدرين إن منفذي الهجمات جاءوا بأعداد كبيرة على متن دراجات نارية، ثم هاجموا أول قرية وقتلوا عددا من سكانها ودمروا كل شيء هناك. ولم يصدر تعليق حتى الآن من المجلس العسكري الحاكم في مالي. وتخوض مالي معارك ضد جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، والتي رسخت وجودها في المناطق الشمالية بعد تمرد انفصالي للطوارق في 2012. أعلن الجيش الفلبيني عن خطط لشراء منظومة تايفون الصاروخية الأمريكية، وهو خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات مع الصين. ونقل الجيش الأمريكي منظومة الصواريخ المتوسطة المدى إلى شمال الفلبين في وقت سابق من هذا العام لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة مع الفلبين، لكنه قرر إبقاء المنظومة في مكانها على الرغم من اعتراضات بكين التي اعتبرتها أن هذه الخطوة تهدد استقرار آسيا. وتدربت القوات الفلبينية منذ ذلك الحين على تشغيل المنظومة، مما زاد من حدة التوتر في بحر الصين الجنوبي. وفي يونيو الماضي حذر وزير الدفاع الصيني دونغ جون من أن نشر منظومة تايفون يضر بشكل كبير بالأمن والاستقرار الإقليميين. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في وفق لقطات بثها التلفزيون الروسي. وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو إن الرئيس الروسي أكد له خلال اجتماع في موسكو استعداد الحكومة الروسية لمواصلة توريد الغاز إلى الغرب وسلوفاكيا. والتقى بوتين برئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في الكرملين مع اقتراب انتهاء سريان عقد يسمح بمرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا. وتعتمد سلوفاكيا على الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا. وانتقد فيتسو الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لرفضه تمديد العقد الذي ينتهي بنهاية العام الجاري. قتل 10 أشخاص على الأقل على إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة تجارية بمدينة غرامادو السياحية بجنوب البرازيل، وفق ما أعلنت السلطات. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال كليبير دو سانتوس مدير قسم الشرطة الداخلية في الشرطة المدنية لولاية ريو غراندي دو سول سقوط 10 قتلى، وفق ما أكدت خدمات الدفاع المدني، وما من ناجين في الطائرة. في غضون ذلك تحطمت طائرة خفيفة في منطقة حرجية بولاية خاليسكو في غربي المكسيك، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 7 قتلى، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. في الختام إليكم تذكير بالعناوين. نتائج زراعية مرضية في إقليم الكاشبركة. تقييم أنشطة الجبهة الشعبية في إقليم شمال البحر الأحمر. دورة تدريبية في عدقية حول زراعة البطاطس. مقتل أكثر من 20 مدنيا في هجمات على قرى بوسط مالي. الفلبين تثير غضب الصين بقرار شراء منظومة تايفون الصاروخية. بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي في الكرملين. انتهت نشرة أخبار المساء.